حلا قشطة. هو حرفيا بلبن بس عنده ضعف. بس المهم ان هو محل حلويات تقريبا. جوجل كاتب ان هو بتاع ايس كريم. هو طبعا ما يتقارنش حاجه بالعربي، العربي ده توب طبعا. بعيد عن كده هنبص على منيو كل واحد ونشوف انت كمواطن مصري او مش مصري يعني ايه اللي انت ممكن تشتريه من حلا قشطه يفيدك في مقابل سعر كذا. هل هيجيب لك امراض؟ قبل ما نخش في تقييمات المنيو عايزين ناخد رأي واحد صاحبي مدمن ليج وبيحب بلبن جدا، هو الفان النمبر 1 لبلبن، فيلا نسمع رأيه السياسي والاستراتيجي عن بلبن. احلى مسا عليك يا انس، منور الدنيا بوس كده يا عم. انا جي اشهد عشان انا مدمن بلبن، وجي اقول ان لو خطفوني ومنعوني من اني العب ليج مستحيل اجرب حلا قشطه، عشان سبب واحد بس، بلبن بيجري في دمي. المنيوز يعني مش كفايه ان حلا قشطه مقلد في لبن في المنيو وفي كل الايتمز. كشري نوتيلا، كشري نوتيلا، كشري اوريو نوتيلا، كشري اوريو نوتيلا، كشري كندر، كشري كندر، كشري لوتس، كشري لوتس، كشري مانجا، كشري مانجا، كشري بيستاشيو، كشري بيستاشيو، كشري بيستاشيو لوتس، كشري بيستاشيو لوتس. يعني الفرق الوحيد ممكن في المنيو بعيد عن اللون الازرق في الاتنين، يعني بان هو حلقة قشطة منزل السعر على اساس ان هو محاولة ان هو خلاص بقى تعالى اشتري من عندي نفس الحاجة نفس الشكل. يعني حاسس ان حلقة قشطة شبه الفتة يعني. حبة ريفيوز لحلقة قشطة: سيء المذاق من احمد بي. اوكي سلانسيا بشع بجد. عندنا محمد اي سيء. عندنا ايه سيس لوبي تي وحش جدا. عندنا زياد فتحي مش بريميوم قوي، الكواليتي تحسه شعبي بس الشعر كويس. عندنا فاطياما اعرابي كواليتي اوف ذا فود ايف ساكس. بس دي كانت نهاية الفيديو.